السلام عليكم أيها المحترمون. سبينر لعبة تلاقي رواجا هائلا في الآونة الأخيرة، ولكن الحقيقة المحزنة هي أن صاحبة الاختراع لم تجني أي ربح منها، فكيف ذلك؟ قبل ذلك ندعوكم إلى دعمنا بالاشتراك في القناة، وذلك بالضغط على زر الاشتراك سبسكرايب، كما لا تنسوا الضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد في الحين. الاستفادة هدفنا. كما تعرفون فإن لعبة سبينر تلاقي رواجا هائلا في الآونة الأخيرة، وتأتي لعبة سبينر بأشكال وأحجام مختلفة، ويتراوح سعر الواحدة ما بين $2 أمريكيين، ويصل سعر مطلية بالذهب ما يقارب $900. وبينما يتم بيعها بشكل خيالي حول العالم، قد يظن أي إنسان أن الشخص وراء هذا الاختراع قد أصبح من أصحاب الأموال الطائلة، ولكن الحقيقة المحزنة هي أن صاحبة الاختراع لم تجني فلسا واحدا من اختراعها. واخترعت كاثرين هيتينغر لعبة سبينر لابنتها سارة قبل سنة 1997، وقالت سارة ابنة كاثرين إن والدتها وضعت الكثير من وقتها وجهدها في هذا الاختراع، ويعود السبب إلى عدم جني كاثرين أي أرباح، إلى أنها لم تكن تملك مبلغ $400 لتسجيل براءة اختراعها. ويستطيع أي شخص الآن أن يركب لعبة سبينر من دون أن يدفع أي فلس للمخترعة الأولى. إلا أن سارة تؤكد أن والدتها لا يهمها المال، ويكفيها سعادة الناس فقط. إذا أعجبك الفيديو فلا تبخل علينا بالضغط على زر الإعجاب لايك، وليصلك كل جديد اشترك الآن.